في الفيديو ده هنتكلم كده عن قصة ابسولوت باتمان في عالم دي سي الجديد المطلق، والقصة دي كتبها سكوت سنايدر، وفعلا القصة دي جامدة جدا. القصة بتبدأ معانا في مدينة جوثام، وبنلاقي راجل ماشي على الموتوسيكل وعنده كده مونولوج رهيب بيقول فيه: اهلا تاني يا جوثام، بقالك كتير، انت بقى مين دلوقتي؟ بقيتي ايه وانا بعيد؟ اجمل هقولك اطول وانور ممكن، لكن لسه مش لاقي اللي بدور عليه. فين قلبك؟ زمان كان ليكي مركز، كان سخن ونابض، لكن دلوقتي في حاجة جواكي فاضية. بصراحة مش قادر أعرفك، ومش متأكد إذا كنت حابب النسخة الجديدة منك يا جوسم، بس مش مهم لأني متأكد إنك برضو مش هتحبيني. أنا اسمي ألفريد، وجيت عشان خاطر أعمل حاجات وحشة. فخليني أقول لكم دلوقتي إن القصة دي عن باتمان، بس ألفريد دوره أسطوري بجد، ما كانش عمره أحسن من كده في تاريخ دي سي كوميكس. الفريد هنا بيرجع شقته، هو مش جزء من عيلة وين ولا حتى الخادم اللي احنا متعودين عليه. سكوت سنايدر ركز جدا على خلفية الفريد العسكرية. الفريد دايما كان عنده تاريخ عسكري في الكوميكس، احيانا بيبقى جندي واحيانا بيبقى مسعف، وده بيختلف حسب كل عصر في دي سي. في النسخة دي الفريد عمره ما ساب ماضيه العسكري وراه، بالعكس هو اقرب كده لمرتزق محترف بيعمل اي حاجة بمقابل مادي. طبعا لسه عنده مشاكل مع بنته اللي علاقتهم متوترة زي ما شفنا في قصص كتير قبل كده، فالفرق هنا انهم ما صلحوش علاقتهم زي ما حصل قبل كده في قصة باتمان ايترنال. في الكون الاساسي هنا جوليا بتقول له بكل بساطة: ما تحاولش تتواصل معايا تاني. الفريد بيخش على اتصال آمن مع الناس اللي بيتعامل معاهم، اللي بيحددوا ليه المهام اللي بياخد عليها مقابل، وبيسألهم كده ايه المهمة. فالرد بيجي ان في اخر 3 شهور عصابة اسمها الحيوانات الحفلاتية عملت حالة فوضى في المدينة، وقتلت ناس عشوائيا، ورفعت كمان معدل الجرائم بنسبة 700%، حتى انهم حرقوا دار حضانة من يومين وفضلوا كده يرقصوا بره المكان، و32 شخص ماتوا. الفريد هنا بيقول: قرأت الملف، بس ليه خرجتوني من سنغافورة؟ كنت قريب جدا من الهدف اللي كنت بتبعه بقاله 5 سنين. فالرد بيجي: انت محتاج هنا دلوقتي. وكمان بيدوه معلومة اضافية، وهي انه ممكن يكون في لاعب جديد في المدينة. فلحد دلوقتي يمكن نكون شفنا كده لمحات بسيطة، لكن واضح ان في شخص بيلف حوالين عصابة الحيوانات دي، وبناء على الصورة اللي بيعرضوها هنا لألفريد واضح جدا انه باتمان. فطريقة تقديم بروس وين هنا عبقرية. المهمة اللي بعتوها كده الفريد كانت لها هدفين: الاول انه يراقب عصابة الحيوانات، والتاني انه يتابع كده باتمان. وهنا القصة بتاخدنا على طول لبروس وين نفسه. زي ان القصه هنا بتبدا كده في كروكس جيم، لما بروس وين كان بيتدرب على كيس ملاكمه، وبيكون في فلاش باك لطفولته وهو مع ابوه توماس وين. بيكون في درس كده بينهم لما توماس كان بيدرس سلوك الاسود، وسأل بروس ايه اللي اتعلمناه، ورد بروس كان ان الاسد بينام 20 ساعة في اليوم، وبيتغذى كده على احسن اكل، وعمره ما بيخاف من حاجة، حياته مرفهة بمعنى الكلمة. فاللافت هنا هو ان بروس وين بينادي ابوه بمستر وين. ولكن الغريب كمان ان توماس وين في الكون ده مش راجل الاعمال الغني اللي احنا متعودين عليه، ولكنه في النهاية هو مدرس ابتدائي. فوسط المشهد ده فجأة بيحصل اطلاق نار في حديقة الحيوان. فالقصة هنا بتقطع وبترجع مرة تانية لبروس وين وهو بيضرب كيس الملاكمة بكل قوته لدرجة انه بيكسره، وبيظهر كده بعدها وبيقابل مع شخصية احنا كلنا عارفينها: كيلر كروك. وهنا بقى في تويست رهيب جدا. كيلر كروك مش الشرير اللي احنا متعودين عليه في الكون ده، كيلر كروك يعتبر كده شخصية إيجابية إلى حد ما، وبيحاول يساهم في تحسين مدينة جوثام. وكمان بنكتشف إن أوزولد أو بينجوين ساعد كيلر كروك في إنه يحصل كده على تصريح لحيوانات غريبة، عشان كده بيمشي في المدينة مع تماسيح وتعابين وحاجات تانية غريبة زي كده. فكيلر كروك مش الوحيد اللي دوره متغير هنا. القصة بتلمح إن سيلينا كايل أو كات وومن، اوزوالد كوبلبوت، وحتى كمان ادوارد اللي هو ريدلر، كلهم ليهم ادوار مختلفة ومثيرة جدا في الكون ده، وده بيخلينا متحمسين نشوف القصة دي هتودينا لحد فين. فالحلو هنا في الكون ده لباتمان ان الشخصيات كلها عندها ماضي مشترك، زي انهم كانوا اصحاب طفولة، مش مجرد انهم قابلوا بعض عشوائي كده مع الوقت. ده بيضيف عمق رهيب للعلاقات بينهم، وبيخلينا نفهم دوافعهم بشكل اكبر. القصة بعد كده بتاخدنا المشهد على يخت ضخم في المية، وبيحصل اجتماع بين عائلة فالكون الإجرامية ورئيس عصابة الحيوانات. وهنا الأمور بتبدأ تبقى غريبة جدا، لأن رئيس العصابة ده شخص مجنون بمعنى الكلمة. عائلات فالكون معروفة كده إنها بتتحكم في جوثام بقالها سنين، فطبيعي ظهور طرف ثالث فجأة ويبوظ النظام ده كله، ويعمل كمان مشاكل كبيرة، ويزود كده عدد أعداء العصابة الجديدة. فالكون هنا بيهدد العصابة دي وبيقول لهم
بكل بساطة لو مشيتوش كده هنقتل كل أفراد العصابة بتاعتكم. ولكن رد فعل زعيم العصابة بتاعت الحيوانات بيكون أغرب بكتير، بيقول لهم إنه مهووس بحاجة اسمها أقنعة الموت، وبيبدأ يعرض كده أقنعة تاريخية قديمة، وبيشرح لكل الموجودين إنه مهتم جدا بالتاريخ وإنه بيحتفل بيه من خلال الحاجات دي. بيوريهم قناع بيقول إن بتاع سقراط، وواحد تاني بيقول إنه خاص بمارسيل لوثر، الشخصية التاريخية اللي معروفة كده بالإصلاح البروتستانتي. ولكن المفاجأة الكبيرة بتحصل لما بنكتشف كده ان الشخص اللي بيقود العصابة مش اللي احنا فاكرينه، لكنه اخو سال فالكون. وهنا بيدخل تويست جديد لان الشخصية دي مش موجودة في قصص دي سي التقليدية، وده اللي بيضيف غموض اكتر للقصة. زعيم العصابة الجديد بيعمل حركة جنونية وبيعرض رأس سال فالكون نفسه ومعاه رأس قرايبه كتهديد واضح ان العصابة دي مش بتهزر، وبيوضح ان العصابة بتاعته دخلت جوثام قبل ما عائلات الجريمة تستوعب اللي بيحصل، وبدأوا يقتلوا كل رؤساء العائلات التانية. بمعنى تاني، لما عائلة فالكوني قررت تتحرك وتطلب كده من العصابة الجديدة توقف النشاط بتاعها، كان خلاص فات الأوان والدمار بدأ فعليا. الحكاية بقت أكبر منهم والدنيا بقت مولعة. فالعصابة المجنونة دي بتقتل الناس اللي كانوا موجودين في الاجتماع فورا، ورؤوسهم بتتحط جنب باقي التحف اللي زعيم العصابة بيجمعها. الموضوع بجد بيخلي القصة مرعبة ومثيرة بشكل مش طبيعي. فبعد كده بنرجع لبروس وين اللي أخيرا بيتقمص شخصية باتمان بشكل رسمي. طيب هنا كده من الحاجات اللي حصلت اثناء الحوار بين كروك وكمان بروس، ان كروك قال له ان العمده جوردن عامل اجتماع بلدي مع سكان مدينه جوثام علشان خاطر يناقشوا الوضع الخطير اللي حصل بسبب عصابه الحيوانات. هنا بنشوف كروك مش مجرد شرير، لكنه فعلا بيحاول يشارك كده في حل مشاكل المدينه. الاجتماع بيبدأ واحد المواطنين بيقف كده يهاجم جوردن بشدة على اساس انه وعد كده بحل مشاكل المدينة لما كان شرطي، لكن دلوقتي وهو عمدة ما بقاش عنده نفس الجرأة اللي كان بيظهرها قبل كده. المواطن ده بيقول على الاقل العمدة هيل كان بيعمل حاجة، لكن كروك بيرد عليه ان هيل فعلا كان فاسد. فالمواطن بيقول له بس كان قوي، وده بيعكس حاجة مهمة جدا. سكان جوثام خلاص بقوا في حالة يأس ومحتاجين حد يظهر القوة حتى لو كان فاسد. الناس بتصدق أي حاجة تساعدهم يحسوا بالأمان حتى لو الحاجة دي كانت غير منطقية. بعد كده واحد تاني من المواطنين بيحكي قصة مؤثرة جدا، بيقول أنا صاحب محل ترزي في شارع 27 وكل يوم لمدة 71 سنة بروح شغلي، ما عدا يوم ما ابني اتولد ويوم ما مراتي ماتت، ف 18320 مرة مشيت الشارع ده، ولكن دلوقتي ممشيش فيه تاني، ممشيش في أي مكان خالص لأني خايف. وده بالظبط كده اللي بيعبر عن حالة سكان جوثام، الخوف اللي شل حياتهم تماما. ولكن الكارثة الأكبر بقى أثناء الاجتماع ده كله، الفريد كان بيراقب كل حاجة من بعيد وبيتواصل مع الناس اللي شغال معاهم وبيحلل الوضع. وهنا بيكتشف إن عصابة الحيوانات محاصرين قاعة الاجتماع بالكامل، وعشرات منهم مستعدين لاقتحام المكان وقتل كل الناس الموجودين بضربة واحدة. فالموقف هنا بقى خطير جدا، ومستنيين نشوف ازاي باتمان والفريد هيتعاملوا مع الكارثة دي. فالعمدة جيم جوردن بيحاول يهدي الناس في الاجتماع وبيقول انه هيجيب العصابة دي للعدالة، وانه شغال 24 ساعة مع الشرطة علشان خاطر يسيطروا على الوضع. لكن الناس بتقاطعه وبيقولوا شرطة ايه بس؟ العصابة دي حرقت قسم شرطة من ساعتين، الشرطة مش قادرة تعمل حاجة لان العصابة دي مش خايفة منهم. فالحقيقة هنا ان العصابة دي مش بتهاب الشرطة ومعاهم قوة بتضاهيهم، وده بيخلي الشرطة ملهاش اي تأثير لما المجرمين يكونوا مش خايفين او مش محترمين السلطة. فالناس هنا خلاص في حالة من الرعب الكامل. في اللحظة دي سيلينا كايل اللي كلنا عارفينها كده بكات وومن بتقف وبتتكلم، بتقول بصوا على حالنا، ده اللي هم عاوزينه، اننا نخاف ونتخانق مع بعض. بس جيم جوردن خدم المدينة دي بشرف لفترة طويلة، وانا اشتغلت مع مكتبه وباثق فيه وباثق فينا احنا كمان اننا نقدر نكون افضل من كده، لان الموضوع مش مسؤوليته لوحده ولا مسؤولية المفوض بولك، بس احنا كمان مسؤولين عن حماية المدينة دي لان دي المدينة بتاعتنا. هنا قبل ما تكمل كلامها قنبلة مضيئة بتترمي كده وسط الاجتماع وبتعمل كل لحظات. عصابة الحيوانات بتقتحم القاعة بكل عنف. الزعيم بتاعهم بيقول في حد هنا عاوز يتوسل، في حد عاوز يحكي عن عيلته او عن جدته المريضة، احنا بنعشق الحاجات دي. وبيضربوا نار كده على جيم جوردن، لكن الحظ بيلعب دوره ومش بيموت، بيصاب بس. بنكتشف كمان ان بارابرا بنته موجودة في الاجتماع كشرطية بسيطة، ولكن فجأة العصابة دي بيتسحبوا بره القاعة والباب بيتقفل وراهم. بارابرا بتفتح الباب بحذر وبتلاقي باتمان واقف هناك.
بيقول لها كده اي حاجه تسمعيها ما تفتحيش الباب. وهنا المشهد حرفيا بيقلب رعب خالص. باتمان بيدخل عليهم وبيبدا ينفذ العداله باسلوبه الخاص، وفي نفس الوقت الفريد بيتفرج على كل حاجه من بعيد وبيتلقى كده اوامر ان لو حصل تدخل خارجي يعطل جمع المعلومات. الفريد بياخد القرار انه يغمض عينيه ويسيبه يعمل اللي لازم يتعمل، لانه مش عاوز يشوف ايه اللي هيحصل قدامه علشان خاطر يبقى عنده انكار منطقي. وبدأ تبادل النار والضرب، لكن باتمان هنا مش بيلعب، باتمان فعلا بيوريهم مين الأقوى. فالمشهد هنا حرفيا بيقلب لأكشن بشكل مجنون. باتمان كان متعلق فوق في السقف والعصابة فاكرة انهم يقدروا عليه، بس المفاجأة ان بدلته كلها مضادة اصلا للرصاص، وبيبدأ ينزل عليهم زي الشيطان من فوق، ومن غير ما ينطق كلمة واحدة بيخلص على كل واحد فيهم بأسلوب رهيب حرفيا. وأثناء ده كله الفريد قاعد بيراقب الموقف وبيسمع ايه اللي بيحصل بالظبط. ووقتها كده بيعلق عن الحدث اللي بيحصل قدامه عن طبيعة باتمان في النسخة دي، وبيقول شوف يا ابني شكلك فاهم بتعمل ايه، واضح ان عندك اسلوب وده يحسب ليك، خلينا نشوف قدراتك الحقيقية. انت سريع ثابت والاهم مركز، واضح انك كنت مستني اللحظة دي. التدريب اللي عندك فيه ميكس من الفنون القتالية زي الماوي تاي، لكنك في الأساس مهاجم عنيف بس دقيق، في كل حركة بتعملها محسوبة بعناية، حتى كمان الكسر بتاع الرجل أو اليد بيكون بهدف إنك توصل رسالة واضحة لكل واحد في المكان. حتى كمان شغلك بالسكاكين يا ساتر دموي بس دقيق جدا، بتتفادى الشرايين بحرفية، مفيش ولا قتيل، وده يعني انك مثالي. بعدها بيظهر واحد من العصابة اسمه الهاند، او ده على الاقل كده اللقب اللي قدم نفسه بيه. بيقول لباتمان الايد دي قتلت ناس اكتر من اللي تعرف تعده، هديك فرصة واحدة تمشي من هنا. بس الراجل ده بيطلع سلاح ضخم على شكل كده ساطور عملاق، وطبعا هنا باتمان مش بيسكت، بيطلع سلاح جديد فأس باتمان الاسطوري وبيقطع ايده بكل برود. بعدها باتمان بيقول له بطريقة ساخرة في مستشفى قريب من هنا، بس بصراحة مش فاكر فين بالظبط. لو عايز تلحق نفسك قبل ما تموت من النزيف انصحك انك تجري باسرع سرعة عندك. باتمان هنا بيبص لباقي العصابة وبيقول لهم امشوا من هنا حالا، وطبعا كلهم بيهربوا مرعوبين لانهم في الاساس بيعتمدوا كده على العدد والخوف مش الشجاعة الحقيقية. والفريد بيشوف كل اللي بيحصل ده وبيعلق عملت شغل كويس، بس لو كنت تكتيكي حقيقي كنت حضرت فخد الناس اللي بتجري دي. واتضح ان باتمان فعلا كان عامل فخ وبيفجر المكان كله بطريقة مش بتقتل حد ولكن بتقضي على الوضع. وبعدها الفريد بيتلقى اوامر من الجهة بتاعته بانه يتدخل، فبيقرب من باتمان وبيقول له الصوت اللي انا سامعه ده صوت بندقية DC-34 اوتوماتيك، مفيش منها غير 3 في العالم، تقدر تطير مخك قبل ما ترمش حتى. باتمان بيرد عليه بكل ثقة لو هتهدد يبقى لازم تبقى جاهز، وبيتحرك بسرعة فعلا ويضرب الفريد يوقع منه البندقية من ايده وياخد السلاح ويمشي. فالمشهد هنا بيكمل مع الفريد وبيبدأ كده تحقيق عميق جدا عن هوية باتمان الحقيقية. الفريد بيكشف عن النسخة الحديثة من أسود باتمان في الكون المطلق، وبيقول تاني يوم كل الناس في المدينة بتتكلم عنه، مين باتمان ده؟ بس الحقيقة مين انت يا بروس وين؟ انت بتخفي آثارك كويس جدا، وده سهل لما تكون محدش، مجرد شاب عنده 24 سنة، فأمك هنا إخصائية اجتماعية وأبوك مدرس، كبرت كده في حي كرايم آلي، عندك أصحاب من الطبقات الشعبية، مجموعة صغيرة لكن مترابطة، فأنت ذكي بتتفوق في المدرسة وأهلك بياخدوك للاختبارات العقلية وتطلع شبه عبقري. في 5 ابتدائي بتفوز في مسابقة هندسية للطلاب بعد ما اخترعت كده جسر متنقل وقابل كمان للطي، بيقدر يوصل مساعدات لمناطق متضررة بسبب الحروب والكوارث. التصميم كان مستوحي من شكل جناح الخفاش، والجايزة كانت عبارة عن كأس ورحلة لمدرستك كلها لحد حديقة حيوان جوثام. وفي اللحظة دي نقدر نقول إن كل حاجة بدأت. في الرحلة دي بيبدأ حد يطلق نار على الناس وفعلا في ناس بتموت. توماس وين بياخد كل الأطفال ويخبيهم كده في بيته الخفافيش وبيقول لهم يفضلوا في أمان، لكن في النص بيبان إنه اتصاب بالنار. الفريد بيكمل بعد اللي حصل انت اتغيرت، ضايع تماما، كنت غاضب من العالم كله، لكن بعد شوية بتلاقي نفسك من تاني، حاجة معينة ألهمتك فبتعدل طريقك وبترجع للمدرسة وبتاخد منحة لأفضل جامعة في الولاية. بس أول أسبوع هناك بتتصاب إصابة كده في الأنسجة، شفت الإشاعات وكنت مسؤول عن ناس في الجيش كانوا بيتظاهروا كده بالإصابة عشان خاطر يهربوا من الواجب، وأنا شاكك إنك عملت كده برضه، بس ليه؟ كنت كفاية علشان خاطر تكون نجم رياضي ويمكن محترف كمان، لكن واضح انك كنت بتحافظ على جسمك علشان خاطر اللحظة دي، بل كمان علشان كل ده.
الفريد بيستنتج: انت درست كل حاجة، الميكانيكا، الكيمياء، علم النفس الجنائي، نظريات عسكرية، تاريخ اجتماعي وثقافي، كل ده كان تجهيز للوقت اللي ترجع فيه لجوثام، وبعدها رجعت اشتغلت في شبكة الكهرباء، وبعدها في إدارة المية، وبعدها اتدربت في بلدية المدينة، ودرست السياسة العامة بكل تفاصيلها الكبيرة والصغيرة، كنت بتعرف مدينتك كويس، الجسد والعقل كل جزء منها. ولما اكتملت الدايرة المهندس اللي جواك بدأ يبني، حتى الحاجات اللي بتكسرها بتصلحها بنفسك، زي السلالم اللي فجرتها الليلة اللي فاتت. فانت بنيت حاجة هنا يا بروس شايفها دلوقتي، وفعلا حاجة عظيمة جدا. فكل ده بيظهر لينا منظور جديد تماما عن شخصية باتمان، بعيد عن الصورة التقليدية اللي احنا كنا عارفينها، وبيبرز كمان عبقريته وتحضيره المتقن للقيام بالدور ده في حماية جوثام. طيب نكمل بعد كده مع الفريد، وهو بيقول ان باتمان هنا مش مجرد واحد يعرف المدينة علشان خاطر عاش فيها كتير، لكن عنده تفسير عملي اكتر للسبب معرفته العميقة بجوثام، وده لانه درس كل جزء فيها واشتغل على فهمها بكل تفاصيلها. فانا فعلا قابلت ناس زيك قبل كده في مدن وغابات وكمان صحاري في كل مكان في العالم، كلهم صليبيين، والصليبيين دايما عندهم نقطة ضعف، دايما عندهم حاجة بيهتموا بيها، ونقطتك دلوقتي موجودة قدامي وهي والدتك. وهنا بقى المفاجأة ان مارسا وين ام بروس وين لسه عايشة، لكن اللي مات كان والده. المشهد ده بيصنع كده التشابه بين باتمان وكمان بيتر باركر، لان الاتنين هنا عندهم علاقات قوية جدا مع اماتهم او شخصيات مهمة في حياتهم. بروس وين بيكلم امه، بيوضح كده انه بيحبها بطريقة مليانة مشاعر زي ما الواحد بيتكلم مع حد قريب ليه جدا. فالفريد بيقول له: ممكن اقتلك هنا قدامها، هيبقى سهل جدا وده اللي المفروض اعمله، لكنك مجرد طفل. في النهاية كده الفريد بيروح يواجه باتمان في مخبأه، بس المخبأ هنا مش تحت قصر وين، لأن ببساطة كده مفيش قصر وين أصلا، والدته مجرد إخصائية اجتماعية، مفيش مليارات، بروس عايش فوق مباني قديمة ومهجورة، وده كله فوق السحاب تقريبا. المكان ده بيخليه يشتغل براحة من غير ما حد يلاحظ، المباني دي أساسا مجرد واجهة ضريبية محدش بيستخدمها. فالفريد بيوصل هنا ومعاه مسدسه وبيقول له: انا جاي لك اقفل الموضوع ده خلاص. باتمان بيرد عليه بسلاح دي سي 3-4 اللي اخده منه قبل كده. فالفريد بيقول له هنا: انا افتكرتك ان انت احسن من كده، انك ما بتقتلش الناس، اديني السلاح. علشان هنا باتمان يفاجئ الجميع، باتمان بيفتح النار على الفريد ويبان ان قتله، وبياخد الموتوسيكل بتاعه وبيهرب. الفريد بيعلق بعد كده على اللي حصل وبيقول: حاجتين حصلوا بسرعة جدا. اول حاجة اكتشفت انه عدل البندقية بتاعتي وحولها لسلاح غير قاتل، باختصار كده عدل تركيبتها من اول وجديد تاني حاجة سمعت صوتها وهي بتترمي جنبي. بعدها بنشوف الفريد وهو بيكلم الفريق بتاعه: المرة اللي جاية هنتقم منه، ويبان على وجهه كده ان هو فعلا مصاب بسبب المعركة ما بينه وما بين باتمان. في النهاية بيتقدم معانا شخصية جديدة في الكوميكس والمعروف عنه في العالم ده الراجل الذي لا يضحك على اي شيء، وهو الجوكر.